لماذا قد تكون هناك دولة مثل اليابان أفضل من اليمن؟ مع أن لو قارنا الثروات لوجدنا أن اليمن تفوق اليابان بشكل كبير جدا، ولكن الحقيقة أن حاليا اليابان أقوى اقتصادا وأقوى تطورا من اليمن. فأين السر في ذلك؟ لماذا لا نتعلم من الشعوب الأخرى ثقافة حب الأوطان وثقافة تطورها وثقافة نهوضها لكي ننهض ببلداننا، لكي ننهض بأمتنا، لكي ننهض بشعوبنا؟ اليابان لا تمتلك إلا ثروات محدودة مثل الثروة السمكية، ومع ذلك هم من أفضل رواد التصنيع، لأنهم استخدموا واعتمدوا على لغة العلم، على لغة العقل، على التفكير، على الاستثمار بالأفراد وبالشعوب، على الاستثمار بالناس. لأن في الأول والأخير الشخص هو من يبني، الشخص هو من يصنع، الشخص هو من يجد ويجتهد، الشخص هو من يقود ويدير. فلو استخدمنا عقولنا ووجهنا الآخرين